عمركم شفتوا اتنين بيحبوا بعض جدا بس علاقتهم عباره عن مطارده ما بتنتهيش؟ واحد بيجري ورا التاني عشان يطلب اهتمام، والتاني بيجري منه عشان اللي بيطلب اهتمام ده بيطلب اهتمام كتير وهو مش قادر يديله الاهتمام ده، بس الاتنين بيموتوا في بعض، بس كل ما يقربوا من بعض يأذوا بعض، وده اللي دايما بنسميه علاقه توكسيك. النهارده هشرح لكم ليه بقى العلاقه توكسيك، ولكن على عكس اللي احنا ممكن نبقى معتقدينه ان ده قله نصيب او نصيبي واسمتي او مقدرات. علم النفس تدخل عشان يثبت انه الموضوع مش بس كده، الموضوع اختيار. ده اسمه فخ المطارد والمتجنب. الفخ ده بيحصل لما جهازنا العصبي بيترجم انه الحب معناه تهديد. النهارده احنا مش هنتكلم كلام تقليدي من بتاع حب نفسك والناس هتحبك والكلام ده، هنتكلم النهارده عن سيكولوجيه انماط التعلق. اللي متابعني هيبقى عارف ان احنا قاتلنا الموضوع ده بحثا، اتكلمنا في كل انماط العلاقات، اتكلمنا في القلق والمتجنب، النمط الغير منتظم، والوحيد اللي ما اتكلمناش عليه هو الامن، لانه هو طبيعي، الانسان الطبيعي العادي اللي ما فيهوش اي مشاكل، ولا بيقلق قوي ولا بيطلع يجري هربان من حاجه، ولا هو متذبذب ما بين الاثنين. وكل الكومنتس اللي جات لي كانت ازاي نروح من نمط التعلق بتاعنا للنمط الامن، وهو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. انا عملت ريسيرش كتير قوي ودورت كتير قوي وطلعت ب5 خطوات لكل نمط عشان نقدر ننقل بيه جهازنا العصبي من الرعب اللي هو عايش فيه لبر الامان العاطفي. ركزوا معايا كويس جدا عشان الفيديو ده ممكن يكون سبب في تغيير سيكولوجيه العلاقات للابد. تعملوا حاجه تشربوها عشان تبقوا مركزين معايا كده وتبقوا بتسمعوني بمزاج. اول نمط هنتكلم عليه هو ازاي نتنقل من النمط تعلق القلق للنمط الامن. نمط التعلق القلق بيعاني من حاجه اسمها استراتيجيات التنشيط المفرط او الهايبر اكتيفيتنج استراتيجي، اللي هي ايه؟ ان اللوزه الدماغيه، شوف كل مره هنتكلم عن اللوزه الدماغيه اللي هي الاميجدلا. اللوزه الدماغيه بتشوف اي غياب او ان حد اتاخر عليا في الرد او ان شخص فجاه اختفى لمده ساعتين 3 ان ده مصيبه وجوديه، كارثه كونيه، وبيبدا يفرز كورتيزول وادرينالين بكميات صناعيه تكفي الكوكب، وكاننا بنواجه خطر الموت، كان في نيزك نازل علينا واحنا بنحاول ان احنا نهرب من النيزك ده. جسمنا بيبقى حاسس كده، جهازنا العصبي بيبقى حاسس كده، فده احساس قاسي جدا. فعشان نشتغل على تغيير المسارات العصبيه دي اللي بتعمل كل الحاجات دي، محتاجين نعمل ال5 حاجات دي. فاصحاب التعلق قلق ورقه وقلم واكتبوا ورايا. رقم 1، هنبدا ان احنا نكتب. الكتابه علشان نفكك الاوهام اللي في دماغنا. اول ما نبدا نحس بهذا النوع من القلق او يبدا يجي لكم فكره ان شريك حياتكم او الشخص اللي انتوا بتحبوه فجاه ما بقاش بيحبوكم لانه مردش عليكم بنفس الحراره اللي كان بيرد بيها امبارح، هنبدا نكتب الفكره التلقائيه، يعني كل الافكار اللي بتيجي في دماغنا. وكمان هنبدا ندون شعورنا الجسدي، احنا حاسين بتوتر ده والقلق ده فين في جسمنا، او ده مأثر على جسمنا ازاي. وبعد كده هنبدا نكتب 3 ادله ملموسه تثبت عكس اللي جسمنا وعقلنا بيقوله لنا ده. زي مثلا انا عارفه ان الشخص ده مثلا موده مش كويس لانه كان عنده موقف معين مر بيه امبارح، بس هو بيحبني بدليل 1 2 3. انه مثلا صاحبتي ما تقصدش انها تتجاهلني، لا هي بس ممكن كان عندها فعلا حاجات النهارده مش عارف ايه. اثباتات بقى من حاجات حصلت قبل كده ان صاحبتك دي بتحبك جدا وحباكي كصديقه. فنبدا نكتب 3 ادله ملموسه علشان ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل اصحى يا شلبي لدماغنا، يعني بيخبط مخنا كده قلمين يفوقوا عشان ايه؟ ينعنش معانا كده، وان هو يبدا يفكر بشكل عقلاني ما يسيبش الاحساس ده يسيطر عليه. لما بكتب الادله اللي بتدل ان انا كل مره كنت بقلق قبل كده كان بيطلع ان القلق ده مش في محله، كان بيبقى حله يا حله، الكلام ده بيفوقنا. زي كده ايه، عارفين التاف لاف لما حد بيبقى صاحبنا قوي بيبقى عايز يفوقنا كده، هو ده بيمسكنا يرجنا كده يفوقنا. فده اللي بيعمله ان احنا لما بنكتب فبنفرغ وبعد كده بنكتب الادله اللي بتدل انه الكلام ده مش حقيقي. رقم 2 وهو تاخير السلوك الاندفاعي. يعني ايه؟ يعني لاول ما نبدا نحس باحساس القلق ونبدا نحس ان احنا متضايقين من شخص، او حتى بعد خناقه الاحساس اللي بيجي لنا ان احنا نبعت 10,000 مسج نعاتب فيها الشخص اللي قدامنا، نبدا نستخدم تكنيك تاني. نعمل التايمر بتاع تليفوننا على 20 دقيقه ونقول لنفسنا انا مش هبعت حاجه، انا مش هكلم، انا مش هعمل اي حاجه غير بعد مرور ال20 دقيقه دي. ايه، مش عارفه استنى 20 دقيقه؟ ليه بقول لكم 20 دقيقه؟ لان لما دورت لقيت ان الرغبه الاندفاعيه والاحساس اللي هو الفظيع اللي بيجي لنا ده ان احنا لازم الحميه دي بتاعت ان انا لازم ابعت دلوقتي، كان مثلا يعني الرساله دي هي اللي هتغير بقى الكون. فالرغبه الاندفاعيه دي علم النفس بيفسرها ان هي عامله زي الموجه، بتعلى تعلى تعلى وتوصل للقمه وبعد 20 دقيقه بتنهار لوحدها. فعشان كده بقول لكم ان انتوا فجاه بعد ال20 دقيقه دول هتبداوا تهدوا، وبدل ما هتبعتوا ال10 مسجات ممكن تقرروا ان انتوا مش تبعتوا خالص، ممكن تقرروا تبعتوا مسج واحده، هتبقوا هديتوا شويه قبل ما تعملوا خطوه اندفاعيه تندموا عليها بعدين. رقم 3 تحفيز العصب. يعني ايه؟ النمط القلق دايما بيعتمد على شريك حياته او الشخص تاني عشان يهدى، فاللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل حاجات فيزيكال عشان نهدى من غير وجود هذا الطرف الاخر، عشان نبدا نعتمد على نفسنا عشان نهدي نفسنا. فاول حاجه هنعملها هو التنفس التكتيكي 4 7 8. هناخد نفس 4 عدات، هنكتم 7 عدات، وهنطلع النفس في 8 عدات. 4 عدات، 7 عدات،
8 عدات. وكمان هنغسل وشنا بميه ساقعه متلجه، لو تقدروا تخشوا تاخدوا دش ساقع، ده بيبعت اشاره قويه لنظامنا الباراسمبثاوي ان هو يبدا يهدي ضربات قلبنا، نبدا نحس ان احنا عارفين نتنفس، كل ده من غير ما الطرف التاني او الشخص التاني اللي مسبب لي القلق ده هو اللي يهديني. لان دي حاجه مهمه جدا احنا محتاجين نعملها لنفسنا، وهي ان احنا نقدر ان احنا نسلف سوذ او نقدر ان احنا نهدي نفسنا. رقم 4 التعبير العاطفي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا زعلنا وحش وكلامنا بيبقى دبش من الاخر يعني، فاحنا محتاجين نقدر ان احنا نعبر عن عواطفنا بس بطريقه كويسه، ولا تاذينا ولا تاذي الاشخاص اللي احنا بنحبهم او الاشخاص اللي احنا حتى زعلانين منهم او عايزين نعاتبهم. فلما بنيجي نعاتب ممنوع نستخدم لغه الهجوم، انت عملت، انت سويت، انت اللي هو ان انا بشاور على الشخص اللي قدامي بقول ان هو السبب. طب امال ايه يومنا هعاتبه ازاي؟ هقول لكم هنستخدم صيغه انا، اتكلم عن نفسي انا، مش هتكلم عن لسان الشخص. فهقول مثلا انا حسيت ان انا حسيت بقلق شديد قوي لما انت غبت عني وبطلت ترد عليا، وكنت محتاجه بس اطمن. انا الكلام ده جرحني جدا علشان انا حسيت بواحد اتنين تلاته. انا هتكلم عن احساسي انا، عن شعوري انا، مش هتكلم عن تصرفاته هو، مش هبوينت فينجرز واقول انت السبب، انت اللي عملت، انت اللي سويت. انا هتكلم عن احساسي انا هتكلم على الفعل بتاعه ده حسسني انا بايه، عشان اولا اساعد الشخص اللي قدامي انه يفهم، اعبر عن مشاعري بطريقه صحيه، وكمان ده بيمنع الطرف الثاني ان هو يدخل في حاله دفاعيه فيبدا ايه يلوش بقى ويحدف علينا الكراسي وكمان. فده بيخليه ما عندهوش الحاله الدفاعيه دي، وبيبقى عنده استعداد اكتر انه يسمع، وبالتالي عنده استعداد اكتر ان هم يحلوا. رقم 5 محتاجين نلاقي مصادر تانية للدوبامين، محتاجين نلاقي مصادر تانية للامان غير الطرف التاني في العلاقه. ما ينفعش نخلي شريك حياتنا او الشخص اللي بنحبه او اصحابنا هم دول المصدر الوحيد للامان، هم دول المصدر الوحيد اللي بستمد منه قيمتي في الحياه. لازم نوزع طاقه اماننا عاطفيا، فمحتاجين نملى حياتنا بحاجات تانية. فمثلا عندي يوم او يومين في الاسبوع بعمل حاجات مع اصحابي، عندي يوم مع والدتي مع عيلتي بعمل معاهم حاجات، عندي يوم لنفسي بعمل روتين معين، عندي يوم بعمل فيه هوايات معينه، بنمي هوايات وبعملها في البيت، بتفرج على حاجات لازم يبقى عندنا حاجات مختلفه بنعملها في حياتنا علشان يبقى عندنا مصادر مختلفه من الدوبامين ومصادر مختلفه من الامان اللي احنا نحس بيه. الامان بيتبني لما عقلنا الباطن بيستوعب ان حياتنا مش هتقف على شخص واحد، ان حياتنا مش هتقف لو الشخص ده مش. ودي كانت ال5 خطوات المهمه عشان نروح من النمط القلق للنمط الامن. نيجي بقى للنمط التجنبي، والنمط ده بيستخدم استراتيجيات عكسيه اسمها استراتيجيات التعطيل. ليه؟ لان احنا اتعلمنا من طفولتنا ان الاعتماد على حد معناه وجع ورفض، فعملنا ايه؟ عملنا آلية كده عشان نحمي نفسنا اسمها الاستقلال الذاتي الزائف طبعا لان هو مش حقيقي. فاول ما حد بيقرب منا جهازنا العصبي بيدي اشاره خطر، حاله طوارئ جيم، في حصار حوالينا، احنا متحصرين، احنا مش هنعرف نخرج، فبيحس بالخنقه، بيحس ان هو محتاج يهرب حالا. الحصار ده معناه ايه؟ معناه ان احنا هنفقد حريتنا، فلازم نعرف ان احنا نكسر الحصار ده، نكسر الاحساس ده، نكسر السور اللي احنا بانينه حوالينا بس بذكاء. فاصحاب النمط التجنبي يجمع عندي نكتب ال5 خطوات. اول حاجه وهي تمكين الوعي الداخلي. يعني ايه؟ يعني اول ما نحس باحساس ان احنا مخنوقين وعايزين نهرب وحاسين ان احنا مش عارفين نتنفس وحاسين ان احنا مخنوقين من الطرف الثاني في العلاقه، نقف فورا ونبدا نكتب احساسنا اللي احنا حاسين بيه جسديا. هل حاسه بكتمه في الصدر؟ هل حاسه ان رقبتي وقفت؟ هل حاسه ان انا كتافي كلانش؟ علم النفس بياكد ان الاحساس ده مش حقيقي، ان النفور اللي احنا حاسينه من الطرف الثاني ده مش حقيقي، ده قناع بيخبي وراه رعب مش طبيعي من الرفض. فاول حاجه محتاجين نعملها هو ان احنا نعترف ان احنا خايفين من الرفض، نعترف ان احنا خايفين نتجرح، فبنعمل ده عشان نحمي نفسنا. مجرد ما احنا هنبدا نعمل ده او ندي دماغنا كده قلمين عشان تفوق، هيبدا نظامنا العصبي اولا يهدى، ثانيا نبدا ان احنا نبص للموضوع من وجهه نظر ثانيه، ان احنا نبقى اهدى فنقدر ان احنا ناخد قرار احسن، وده اللي هياخدنا للخطوه اللي جايه. الخطوه اللي جايه وهي ان احنا نكوميونيكيت، ان احنا نتواصل مع شركاء حياتنا، بدل ما نعمل جوستنج للطرف الثاني، بدل ما نختفي فجاه من الطرف الثاني بحجه ان احنا عايزين وقت لينا وفجاه ندمر علاقتنا، لان الشخص الثاني طبعا يعني مش هيبقى فاهم، فده هيتسبب في اسكاليشن، قصه كبيره يعني. فبدل ما اعمل ده فجاه اتفق مع الطرف الثاني، هقول مثلا لما هحس الاحساس ده هقول لك على الحاجه دي، ده معناها ان انا مضغوطه ومحتاجه مساحتي، بس ده مش معناه ان احنا ما نطمنش الطرف الثاني. نطمنهم ازاي؟ نطمنهم بان احنا نقول لهم ان الاختفاء ده مش معناه ان انا بطلت احب الطرف الثاني، مش معناه ان انا مش عايزه ابقى في العلاقه دي، انا بس محتاجه شويه وقت وهرجع اكلمك. نطمن الشخص الثاني ان احنا بنحبهم وان احنا هنرجع نتواصل معاهم، ان ده مش معناه ان دي نهايه العلاقه. رقم 3 افتحوا الباب. الانفتاح العاطفي بالنسبه لاي شخص تجنبي معناه تهديد لبقاء الشخص ده. عايزين نجرب نفتح الباب، نشارك شريك حياتنا بتفاصيل يومنا، بحاجات بسيطه مضايقانا سواء في الشغل او مع زمايلنا او مع اصحابنا او مع عائلتنا، يعني جرعات صغننه من ان احنا نقول الحاجه،
نبدا ان احنا ننفتح او اوبن اب، نوارب الباب بس جرعات صغننه. فكل ما نبدا نشارك حياتنا مع الاشخاص اللي قدامنا وحياتنا ما تبص، عقلنا هيبدا يعيد برمجه نفسه ان القرب ده مش تهديد للبقاء، ان القرب ده مش خطر، ان القرب ده فيه امان. رقم 4، نلغي اسطوره الشريك المثالي. اكتر حاجه بيعملها الشخص التجنبي هو انه يطلع عيوب في الشخص اللي قدامه. فالمتجنب دايما بيطلع عيوب في الشريك حياته، ودايما التدوير الفظيع على الشريك الحياه المثالي. وده كله مش عشان فعلا بندور على شريك حياه مثالي، لا، ده عشان نهرب. فاول ما نلاقي نفسنا بنركز على عيوب تافهه بجد والله العظيم تافهه فعلا، نعرف ان دي حيله دفاعيه من عقلنا الباطن عشان يبعدنا. فمحتاجين ان احنا نفوق نفسنا كده ونكتب 3 مميزات لشريك حياتنا اللي احنا بنحبه، نكتب 3 مميزات لاصحابنا اللي احنا عمالين نطلع عيوب فيهم، نكتب 3 مميزات ليهم. اكيد ما واكيد ليهم مميزات، امال احنا معاهم ليه اصلا؟ واخر حاجه وهو اعاده تعريف الاعتماديه. زي ما اتكلمنا انه النمط التجنبي ده بيبقى اكتر حاجه خايف منها هو ان هو يبقى معتمد على شخص تاني عشان خايف من الرفض والخذلان. فعقلنا بيشوف ان الاعتماديه معناها ان انا هتلغي من العالم، هتمحي من الوجود، ان القرب معناه ان شخصيتي هتتلغي. فعايزين نغير المفاهيم دي. اول حاجه وهي من خلال ان احنا ندور على بروفيشنال هيلب، او ان احنا نشوف حد متخصص، دكتور نفسي، سايكولوجيست، لايف كوتش، اي حد من الناس اللي فعلا ممكن تساعدنا ان احنا نغير النمط التعلق بتاعنا. تاني حاجه وهي ان احنا نبدا يبقى فيه اعتماديه برضو مايكرو دوسج او جرعات صغيره، ان احنا نبدا نعتمد على الناس في حاجات صغيره ونبدا نشوف هم فعلا. هتلاقوا اشخاص على فكره فعلا يعتمد عليهم، فهتلاقوا اشخاص تانية لا يعتمد عليهم. ده مش معناه ان النظريه ان كل الناس هينفع يعتمد عليها، ولكن ده برضو مش معناه ان احنا نلغي ان احنا نعتمد على اي شخص او ان كل الناس هيخذلونا. فالاعتماد المتبادل اللي هو صحي، اللي هو مش كوديبندنس، او الاعتماد اللي هو برمي نفسي على الشخص يعني، معناه ان احنا بنفضل مستقلين بس قادرين ونسند على حد بنحبه وبيحبنا من غير ما نضيع، من غير ما نخسر كل شخصيات. في النهايه علم النفس اثبت حاجه حلوه جدا وسموها الامان المكتسب، بمعنى ان نمط تعلقنا ده مش حكم مؤبد مدى الحياه، وان احنا نقدر نعيد تشكيل مساراتنا العصبيه بالوعي، بان احنا ناخد خطوات عمليه زي اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده. وعايزه اقول لكم حاجه من قلبي، الجروح اللي اتسببت فيها علاقات سابقه دخلنا فيها، او التجارب اللي عشناها كاطفال، ما كانش لينا ذنب فيها، ولكن شفائها والتعافي منها هو مسؤوليتنا. لو انتوا اشخاص بتخافوا من البعد، طمنوا قلبكم واهدوا. انتوا تستاهلوا تتحبوا وتتقدروا من غير ما نطلع نجري ورا ناس مش مقدره قيمتكم. ولو انتوا اشخاص بتخافوا من القرب، نزلوا سلاحكم بقى وكفايه هرب، كفايه جري من الناس. مش كل اللي بيقرب منكم عايز يلغيكم او يخنقكم، في ناس بتبقى عايزه تحبكم بجد وتكون لكم سكن. العلاقات الامنه هي العلاقات اللي بنقدر فيها ان احنا نبقى ماشيين من غير اسلحه وبنبقى مرتاحين بجد. نقدر في العلاقات دي ان احنا نشفى من كل جروحنا. فمحتاجين ان احنا نبدا رحلتنا من النهارده للتعافي من اي نمط بيأذينا للنمط الامن، لانكم بجد تستحقوا تعيشوا مطمنين. يا رب يكون الفيديو عجبكم وكان فيه خطوات عمليه نقدر نعملها بسهوله من غير ما نحس انها حاجه شبه مستحيله. ولو عجبكم الفيديو شاركوه مع اصحابكم، قولوا لي في كومنتس نمط التعلق بتاعكم ايه، هتروحوا من ايه للنمط التعلق الامن. اشوفكم الاسبوع الجاي، سلام.